واش نفيقوا اليوم ونلقاو راسنا في فيلم هوليوودي ولا في ماتش ديال دوري الأبطال؟ أشرف حكيمي نجم المنتخب وواحد من أهم اللاعبين في باريس سان جيرمان ولا في وسط عاصفة قانونية كبيرة والجماهير مقسومة بين الدعم والصدمة. شدوا بلاصتكم وخليوا القهوة حداكم حيث القصة فيها بزاف ديال التفاصيل. القضية كتعود لفبراير 2023. المشتكية اللي كان عمرها 24 عام ذاك الوقت قالت أنها تعرفت عليه عبر انستغرام ومن بعد مشات لدارو في واحد الضحية ديال باريس. هي كتقول كان إكراه معنوي وأفعال بلا رضا، هو كيقول العكس تماما. الهضرة كانت بيناتهم أسابيع، هي اللي اختارت تجي للدار. الجلسة دازت عادية وفي الأخير تسلمت الأمور ببوسة في الباب وسلام. دوزنا 3 سنين ديال التحقيقات، أخذ ورد، تصريحات وخبراء. وفي فبراير 2026 قاضي فرنسا قرر يحيل الملف للمحاكمة، بمعنى كاين عناصر كافية باش يتفتح نقاش رسمي قدام المحكمة، ولكن ما كاين حتى حكم نهائي دابا، والمحامين ديالو قالوا غادي يديروا استئناف. نهار واحد من بعد القرار جا ماتش كبير في دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وموناكو. الماتش سالا 2-2 وتأهل باريس في المجموع، ولكن الحدث اللي شد الانتباه ماشي غير النتيجة، بالبانر اللي طبعت في الكورفا أشرف توتال سيبورت. الولتراس غناو باسمه، صفقوا ليه بحرارة وهو لعب 90 دقيقة كاملة بحال والو واقع، ومن بعد كتب رسالة شكر للجماهير. هاد الصورة دارت دورة كبيرة في الإعلام، لاعب متابع قضائيا ولكن جمهور كبير واقف معاه وكيهتف باسمه. النادي من جهته باقي كيشددوا على قرينة البراءة، يعني حتى تثبت الإدانة بحكم نهائي اللاعب بريء قانونيا، والمدرب تهرب من التعليق وقال القضية بيد السلطات. محامية اللاعب كتقول باللي المشتكية رفضت بعض الإجراءات بحال فحوصات طبية معينة وتحاليل، وكتشير للرسائل المزعومة في أكلام على استغلال اللاعب ماديا. ومن الجهة الأخرى محامية المشتكية كتقول القرار ديال الإحالة للمحاكمة مريح لهم، وكتأكد باللي الملف فيه تناقضات في تصريحات اللاعب وأدلة دائمة. يعني حنا قدام روايتين مختلفتين تماما، واحد كيقول كان رضا والآخر كيقول كان إكراه، والحسم غادي يكون غير في المحكمة. شوفوا يا ولاد الناس، القانون ماشي ماتش ديال الحومة اللي نحكموا فيه غير بالعاطفة. اللي عنده الصح يبان، ولكن بالصبر والإجراءات، ماشي بالتراندو ستوري. الدعم مفهوم والغضب مفهوم، ولكن الكلمة الأخيرة ديال القضاء. دابا قولوا لي في الكومنتيرات، واش كتآمنوا خاص اللاعب يبقى يلعب عادي حتى يخرج الحكم، ولا خاص يتوقف مؤقتا؟ ديروا لايك وسبسكرايب باش توصلكم أخبار المغرب اليوم ديما في الحين، وما تنساوش تمشيو تشوفوا آخر فيديو في القناة، راه فيه موضوع سخون بحاله.